السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طلابنا طلاب الصف الثامن؟ اليوم إن شاء الله سوف نأخذ خواص بعض المجموعات الأخرى. دائما نبدأ بسم الله نتوكل على الله. المجموعة السابعة الهالوجينات. أستاذي، الهالوجينات هي في المجموعة السابعة، وأيضا عليك أن تعرف بأن أول ثلاثة في هذه العناصر في هذه المجموعة الفلور والكلور والبروم. طبعا ما الخصائصها؟ نقول أول عنصرين هما غازان في درجة حرارة الغرفة، بينما البروم شكل سائل. والعناصر الأكثر تفاعلا هي الفلور ثم الكلور. أي أستاذي النشاط يقل، واضح، يقل النشاط كلما نزلنا، والبروم هو الأقل تفاعلا بين العناصر الثلاث. هل الهالوجين فلز أم لا فلز؟ طبعا لا فلز. لماذا؟ غازات أستاذي، الغازات ليست فلزات. ما نمط التدرج في درجات الانصهار؟ لاحظوا أستاذي من سالب 220 إلى سالب 101، إذا تزداد كلما نزلنا لأسفل، كلما نزلنا لأسفل. في درجات الغليان يا أصدقائي أيضا تزداد، نفس الكلام، تزداد كلما نزلنا لأسفل. ما نمط التدرج في اللون؟ لاحظوا أصفر إلى أخضر إلى بني بهذا الشكل، يعني هذا هو اللون الذي يذهب، يعني من الباهت إلى الغامق، باهت إلى غامق. تنبأ بدرجات الغليان لليود، وهو العنصر التالي في هذه المجموعة. يعني لاحظوا درجة الانصهار لليود قد تكون هنا سالب، أو تكون 2 أو 3، والغليان قد تكون 102 مثلا. هذا تنبؤ ليس أكثر. تنبأ أيهما أكثر نشاطا، اليود أم البروم؟ أستاذي طبعا اليود هو في الأقل، وقلنا البروم أنشط من اليود، لأن كلما نزلنا إلى أسفل يقل النشاط. تركيب ذرتي الفلور والكلور. كما وزعنا ذرة الفلور ب9 1 2 وهنا 7، فالعدد الذري للفلور 9، والكتل 19، فيها 9 بروتونات و9 إلكترونات و10 نيوترونات، والتركيب الإلكتروني لها 2 و7. بينما الكلور 17، وعدد الكتل لها 35، فيها 17 بروتون وإلكترون و18 نيوترون، وتركيبه 2 8 7 كما أخذنا سابقا. ماذا يحدث لحجم الذرات إلى الاتجاه للأسفل في هذه المجموعة؟ لاحظوا الفلور ثم الكلور، إذن يزداد الحجم. ما وجه التشابه بين تركيب هذه الذرات أستاذي؟ لاحظ أستاذي هنا ينقصها إلكترون واحد لكي تصل إلى حالة ماذا؟ الاستقرار فقط، ينقصها إلكترون. لماذا تسمى هذه المجموعة باسم المجموعة السابعة؟ لأن في مدارها 7 إلكترونات في المدار الأخير. المجموعة الثامنة الغازات النبيلة. طبعا فيها الهيليوم والنيون والأرغون، وكلها غازات، وهذه الغازات خاملة. ماذا يعني خاملة؟ غير نشطة ولا تكون مركبات، وتسمى الغازات النبيلة. لماذا هي نبيلة أستاذي؟ ممتلئة للمدار الأخير. لاحظوا 8 8 2 مثل الهيليوم والنيون والأرغون. العدد الذري للهيليوم 2، والكتل 4، وهذه الذرة 2 بروتون و2 إلكترون، وتركيب الإلكترونات هو 2 في المستوى الأول، ولذلك يكون ممتلئ. أيضا للنيون أيضا أستاذي وكذلك ممتلئ، والأرغون أيضا ممتلئ أستاذي. فما المميز لها؟ بأنها أستاذي مدارها الأخير ممتلئ بالإلكترونات، ذلك غير نشيطة. ماذا تلاحظ على درجات الانصهار في المجموعة الثامنة؟ درجات الانصهار يا أصدقائي لاحظوا من سالب 270، لأنها قليلة جدا، قليلة جدا، وتقل وتزداد كلما نزلنا لأسفل، يعني إذا كان هذا هو النمط الذي يريده. ماذا يحدث لحجم الذرات عند الاتجاه لأسفل؟ أيضا يزداد. ما وجه التشابه بين تركيب هذه الذرات أستاذي؟ مدارها الأخير ممتلئ بالإلكترونات. لماذا تسمى باسم المجموعة الثامنة أستاذي؟ لأن
مدارها الأخير ممتلئ بالإلكترونات، وفي معظم الأحيان تكون 8 في المجموعة الثامنة. إذا أن تشترك العناصر الموجودة في كل مجموعة في بعض العناصر، تضعف قوة تفاعل عناصر 7 كلما اتجهنا إلى أسفل، وتتسم المجموعة 8 بامتلاء مستويات الإلكترونات وبعدم تفاعلها مع أي عنصر آخر. لماذا تعمل؟ لا تعمل، فهي واصلة إلى حالة الاستقرار. نذهب هنا أستاذي إلى هذا. ما المقصود بكلمة مجموعة؟ قلنا أستاذي هو العمود في الجدول الدوري، يحتوي هنا، لاحظوا هذا عملناها أتوقع، أو ثانية، يحتوي على جدول بعض العناصر من الجدول الدوري. ما التدرج في الخواص الذي يمكنك رؤيته في هذه المجموعة يا أصدقائي؟ طبعا التدرج بأن الانصهار يزداد كلما اتجهنا لأسفل، والغليان أيضا أستاذي نفس الكلام. ولاحظوا النشاط يقل كلما اتجهنا لأسفل. اليود هو العنصر الرابع في هذه المجموعة. هل تتوقع أن تكون درجة انصهار اليود أعلى أم أقل من البروم؟ قلنا عليها أن تكون درجة الانصهار أعلى لأنها تزداد فقط. هل يكون اليود صلبا أم سائلا في درجة حرارة الغرفة؟ لاحظوا أستاذي، يعني درجة حرارة الغرفة يعني أتوقع أن يكون سائلا، يعني يكون منصهر أستاذي. تنبه، هل يكون درجة غليان اليود أعلى أم أقل من الأستاتين؟ فتكون أعلى. هل يمكن أن يكون الأستاتين أكثر نشاطا أم أقل نشاطا من اليود؟ عليه أن يكون أكثر نشاطا، كلما نزلنا يقل النشاط. وهذا هو درسنا. أعجبكم الفيديو أصدقائي، لا ننسى زر اللايك، نشترك في القناة. حفظكم الله ووفقكم بحفظ الله ورعايته.